ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عايزة اخدكم في رحلة، بس رحلة مختلفة شوية، لان هي هتكون رحلة جوه نفسنا. هنتعلم فيها ازاي نحب نفسنا وازاي نحتوي نفسنا، وازاي نقدم لنفسنا كل الحب والدعم من غير ما نستنى ان حد يقدمه لنا. فلو جاهزة الفيديو النهاردة، جهزي مشروبك المفضل واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. احنا طول الوقت بنكون مستنيين من الناس اللي حوالينا ان هم يحبونا ويدعمونا ويحسوا كمان بينا، بس مع ظروف الحياة اللي احنا بنعيشها النهاردة تقريبا مفيش حد فينا بيبقى مركز مع حد، ولا حد واخد باله من حد، إلا من رحم ربي يعني، ودول هتلاقيهم فئة قليلة جدا. ففي الغالب هتلاقي انك دايما محتاجة تسمعي كلام حلو من اللي حواليكي، محتاجة حد يهتم بيكي ويحتويكي. بس احنا لو جينا فكرنا شوية في الموضوع هنلاقي ان احنا الأول اللي مقصرين في حق نفسنا قبل ما الناس اللي حوالينا يقصروا في حقنا. احنا اللي مش بنهتم بنفسنا ولا بأدق تفاصيلنا، واحنا برضو اللي بنجلد ذاتنا وبنشكك في قدراتنا، وبنحتقر أي حاجة حلوة احنا بنعملها. فتخيلي معايا كده، انتي بتعملي كل ده في نفسك، امال الناس اللي حواليكي هيعملوا ايه بقى لما انتي اكتر واحدة حاسة بنفسك وبتعملي كده؟ عايزة بقى الناس تتعامل معاكي ازاي؟ والاكيد كمان ان تقصيرنا في حق نفسنا ده الناس حوالينا بتحس بيه، وزي ما احنا بنتعامل مع نفسنا الناس كمان هتتعامل معانا. فاللي عايزة اقولهولك النهاردة ان احنا نبدأ من جوه بدل ما نبدأ من بره ونستنى الحب والدعم والاحتواء من بره. لا، احنا نعمل ده لنفسنا احنا الاول. ومش هقولك ان دي حاجة سهلة او هتقدري تعمليها في يوم وليلة، لا، الموضوع بياخد وقت وبياخد صبر ومجهود وايام كتير قوي، بس صدقيني هي رحلة ممتعة ونهايتها اجمل مما تتخيلي. وطبعا انت علشان تقدري تحتوي نفسك وتقدمي لها المشاعر الحلوة دي كلها، انت محتاجة تفهمي نفسك الاول، محتاجة تعرفي احتياجاتك في الحياة، تعرفي ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك. إن عموما لما بنحب حد بنركز في تفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة، وبنخاف جدا على مشاعره، وبنفكر في كل كلمة قبل ما نقولها، علشان بنخاف ان احنا نجرحه او نزعله. وهو ده بالظبط اللي عايزاكي تعمليه مع نفسك النهاردة. عايزاكي تركزي في كل تفاصيلك داخليا وخارجيا. في ناس عايشة في الحياة النهاردة وهم لسه ما يعرفوش هم بيحبوا ايه او بيكرهوا ايه، ما يعرفوش ايه الصفات اللي هم عايزينها في شريك حياتهم، لأنهم مش عارفين نفسهم ومش عارفين احتياجاتهم. ما هو طبيعي، انت لو مش عارفة نفسك مش هتعرفي انت عايزة ايه، ولا هتعرفي ايه الحاجات المقبولة بالنسبة لك وايه الحاجات اللي لأ، دي خط أحمر وما ينفعش حد يتجاوزها. واللي في الغالب بيحصل لما مش بنكون عارفين نفسنا هنلاقي ان احنا بندخل في علاقات مش شبهنا، وفي الغالب كمان هتلاقي العلاقات دي مش بتكمل، وبنخسر فيها وقت وطاقة ومجهود على الفاضي. وهتفضل التجارب الفاشلة دي تتكرر معانا في حياتنا لحد ما نعرف نفسنا. بس هنا احنا بنكون عرفنا نفسنا بطريقة صعبة أو بطريقة مش سهلة، زي بالظبط كده اللي بيشتري جهاز جديد وهو مش عارف الجهاز ده بيشتغل ازاي، فبدل ما يمسك الكتالوج بتاع الجهاز ده ويبدأ يقرأ طريقة التشغيل، لا، هو بيقرر يجرب يشغله كده بدماغه، ويحط السلك ده مكان السلك ده ويركب القطعة دي مكان القطعة دي. وفي الغالب الجهاز ده هينفجر في وشه، لأنه مش حاطط كل حاجة في مكانها الصح، وكان الأسهل عليه والأوفر لوقته إنه يقرأ. بس هو فضل إن هو يجرب ويعيش التجربة بنفسه، وفي النهاية هو اللي اختار. واحنا كمان كده برضو، احنا اللي بنختار هل هنفهم نفسنا الأول ونتصالح معاها قبل أي علاقة ندخلها، ولا هندخل كده وزي ما تيجي تيجي ويا تصيب يا تخيب. بس قبل ما تقرري انت هتعملي ايه، خليني افكرك انك لو ما كنتيش مرتاحة في علاقتك مع نفسك، عمرك ما هتكوني مرتاحة في اي علاقة مع اي حد. لان اساس العلاقات هي علاقة الانسان بنفسه، لانها بالظبط كده زي بيتك. تخيلي انت لو ما كنتيش مرتاحة في بيتك، بيتك اللي انت عايشة فيه حياتك كلها، وسريرك اللي انت بتنامي فيه كل يوم، تخيلي لو ما كنتيش مرتاحة فيهم، هل هتقدري تعيشي وتكوني سعيدة ومستقرة نفسيا وجسديا؟ وهتكوني عارفة تنجزي وتشتغلي وتطبخي وتعملي كل الحاجات المطلوبة منك؟ الإجابة أكيد هتكون لأ. وهي نفسنا برضو كده نفس الكلام، لازم نكون مرتاحين مع نفسنا، لازم نقدر نقعد لوحدنا. في ناس مش بتقدر إنها تفضل لوحدها شوية وقت، لأنها بينها وبين نفسها مش متصالحة أبدا. فهتلاقيها أول لما تقعد مع نفسها هتلاقي في دماغها أفكار سلبية شمال وأفكار سلبية يمين، وجلد ذات ونظرات تشاؤمية ورجوع للماضي. فهتلاقيها تقوم على طول بسرعة تجري تشوف أي حد تروح تقعد معاه، أو تتفرج على مسلسل أو تشغل أغاني، وكل ده في محاولة منها إن هي تهرب من نفسها. لكن الإنسان اللي عارف نفسه ومتصالح معاها يقدر جدا إن هو يقضي وقت طويل لوحده، أو حتى يكون مع نفسه كده عايش حياته من غير ما يحتاج لأي علاقات عاطفية في حياته. وده لأن هو عارف يلبي احتياجاته بنفسه، وعارف ازاي يحتويها ويطبطب عليها ويكون رحيم معاها. ومش معنى كده ان انا بقول ان احنا نتخلى عن علاقاتنا وما نرتبطش ولا نصاحب ولا نحب ولا نعرف ناس ونعيش متوحدين كده طول حياتنا او طول عمرنا.
بالعكس أنا أكتر واحدة شايفة إن الإنسان فينا ما ينفعش يستغنى عن وجود الناس حواليه، سواء بقى أهل أصحاب أحباب أيا كانت نوع العلاقة. بس أوقات احنا كده بتعدي علينا فترات لازم هنكون فيها لوحدنا، سواء بقى فترة دراسة، فترة شغل، فترة سفر، أيا كانت الفترة دي ايه لازم نتعامل معاها لوحدنا. لازم نكون متصالحين مع نفسنا علشان لما يكون في حد في حياتنا فعلا نعرف ان احنا نكون متصالحين معاه ونعرف نتعامل معاه. لان مفيش حد في الحياة دي كلها هيقدر يفهمك ويلبي احتياجاتك غير نفسك، او حتى لو في حد هيقدر يقدم لك شوية حاجات من اللي انت محتاجاهم، فانت الاول دورك انك تعرفيه او تعبري عن احتياجاتك بشكل صح للطرف التاني. وطبعا علشان تعرفي تعبري عن احتياجاتك بطريقة صح انت محتاجة تكوني عارفة احتياجاتك الاول، وتكوني عارفة دورك تجاه نفسك ودور الناس تجاهك، لان في ليميت معين كده الناس خلاص مش هتقدر ان هي تقدم لك اكتر منه. وهنا بقى انت لازم تقدمي ده لنفسك، والا هتلاقي نفسك بتجري ورا الناس علشان يسدوا احتياجاتك ويلبولك احتياجاتك، وتاخدي شوية اهتمام من هنا وشوية دعم وحب من هنا وشوية طبطبة من هنا، وعايزة حد عاشر بقى يسمعك، وفي الغالب مش هتلاقي كل ده. فاقعدي مع نفسك واعرفي انت محتاجة ايه او محتاجة الناس يقدمولك ايه في حياتك، وابدأي اعملي ده لنفسك. يعني مثلا انت لو محتاجة النهاردة ان حد يسمعك، او لو حاسة ان في كلام كتير قوي جواكي بس مفيش حد انك تقوليله الكلام ده، جربي مثلا تكتبي، او لو مش بتحبي الكتابة جربي تسجلي لنفسك ريكوردات، اعملي ريكوردات بينك وبين نفسك، او حتى افتحي فيديو واقعدي اتكلمي مع نفسك صوت وصورة. والحلو هنا بقى انك هتقولي كل اللي جواكي، ولا هتخافي ان حد يحكم عليكي او يفهمك غلط، ولا هتتكسفي حتى تقولي كل اللي جواكي. ولو محتاجة حد يحضنك احضني انتي نفسك الاول، طبطبي على نفسك. ممكن تحسي في الاول انه ازاي يعني لا مش هينفع، بس انا بقولك ان هو هينفع وده من واقع تجربة، بس انتي جربي الاول وبعدين تعالي قوليلي حسيتي بايه، واوعدك انك هتحسي انك بقيتي كويسة. فملخص الموضوع ده كله ان الانسان اللي مش بيعرف يسعد نفسه طول عمره هيفضل محتاج للناس، وطول عمره هيفضل يجري ورا الناس علشان يحبوه عشان يتقبلوه، وفي الغالب هتلاقي ان الناس بتجري منه وبتهرب منه. بس أول لما يبدأ يركز مع نفسه ويحبها ويحتويها ويدعمها هتلاقي الناس كلها هي اللي بدأت تقرب، لأن الحب اللي جوانا لنفسنا بيبان علينا، والناس اللي حوالينا بتحسه. تلاقي ان الناس حاسة منك بطاقة حب وبطاقة إيجابية. انتي أصلا ذات نفسك أول لما تبدأي تهتمي بنفسك وتحبيها هتلاقي وشك نور وروحك نورت ورجعت لها الحياة، لأن هو ده أساس الحب. حبك لنفسك هو منبع الحب لكل الناس اللي حواليكي. فحبي نفسك الأول وافهميها واحتويها علشان تقدري تستقبلي كل الحب من كل الناس اللي حواليكي. وبس كده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا ولو بحاجة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.